عمرك حسيت إنك شُفت الموقف ده قبل كده؟ الوِش ده قبل كده؟ طب الكلمة دي قبل كده؟ طب عمرك حلمت حلم ولمّا صحيت اكتشفت إن في جزء من الحلم ده حصل فعلًا؟ لو ده حصل معاك خلِّ بالك، ممكن تكون شُفت حاجة بس من كون تاني، والأكوان دي مش بس نظرية، ده في قصص حقيقية وعلم بيتطوّر والعالم بيقرّب يكتشف إننا مش عايشين في كون واحد. ركّز لأن اللي جاي ممكن يغير نظرتك للحياة كلها. أنا إسلام عبد العظيم ودي قناة قصة ورا قصة. سنة 1954 في مطار طوكيو راجل شكله عادي جدا نازل من طيارة أوروبية وداخل بجواز سفر رسمي، لكن الدولة اللي في الباسبور مش موجودة على الخريطة أساسا. ولما سألوه قال لهم أنا من دولة اسمها هاورد بين فرنسا وإسبانيا. قال لهم إن دي مش أول مرة يجي اليابان، وإنه عنده معاملات بنكية ومستندات رسمية هنا. لما راحوا يتأكدوا البنوك ما عرفتوش، الشركة اللي بيقول إنه شغال فيها مش موجودة أصلا، الدولة نفسها مش على أي خريطة في العالم. والمرعب إن جواز السفر ختموه قبل كده فعلا في اليابان، ولما حبوا يحجزوه في أوضة في الفندق تحت حراسة طبعا، تاني يوم اختفى تماما. اختفى من غير أي أثر، من غير ما كاميرات تسجل، ومن غير ما يكون في أي باب مفتوح، كأنه رجع للكون اللي هو كان جاي منه. طب هي إيه فكرة الأكوان المتعددة؟ العلماء ببساطة بيقولوا إن في حاجة اسمها مالتيفيرس، يعني مش بس في كون واحد، لأ، ده في ملايين ويمكن مليارات الأكوان. كل قرار بتاخده بيخلق احتمال جديد، والاحتمال ده بيعيش في عالم موازي، عالم فيه نسخة منك خدت قرار مختلف. يعني مثلا لو انت اتأخرت على ميعاد معين، في كون تاني انت وصلت بدري. طب لو نجحت في حاجة، في نسخة منك فشلت. وكل النسخ دي بتعيش، ومش خيال علمي، ده علم فيزياء الكم. في ظواهر بنعيشها ومش فاهمينها، هوضحها لك. شوف كده العلامات اللي جاية، إنك تقول إنك شُفت موقف قبل كده، بس أنت ممكن ما تكونش شُفت. إنك تشوف شخص فتقول أنا عارفك وعِشت معاك، بس يمكن أنت ما تكونش عِشت معاه ولا حاجة، ولا أنت أصلًا عارفه ولا عارف اسمه إيه. أو إن الأحلام بتاعتك بتتحقق، أو إن الأطفال بيحكوا عن حياة سابقة ليهم. خلّي بالك أنا باقول أطفال بيحكوا عن حياة سابقة ليهم، دول أطفال، يعني ما لهمش حياة سابقة. أماكن بتحس إنك زُرتها قبل كده، بس عمرك ما دخلتها أصلًا. كل دي علامات ممكن تكون نتيجة تداخل لحظي بين الأكوان. وفي نظريات قوية بتدعم الكلام ده، زي نظرية العالم المتشعب، بتقول إن كل حاجة ممكن تحصل، هي فعلا بتحصل، لكن في عالم تاني خالص. يعني مفيش سيناريو ضايع، كل حاجة ليها وجود في كون تاني. وفي من النظريات برضو نظرية الأوتار، إن الكون مش مكون من ذرات بس، لأ، ده في أوتار صغيرة بترن بترددات، وكل تردد معناه كون جديد. وده معناه إن الأكوان حوالينا بس إحنا مش شايفينها. أسألك شوية أسئلة يمكن تكون مرعبة شوية، ولكن أنا عايزك تتخيل وتجاوب ما بينك وبين نفسك. لو في نسخة تانية منك ممكن تقابلك في يوم من الأيام، طيب ممكن تيجي وتاخد مكانك في الكون اللي انت عايش فيه؟ طب لو نسيت حاجة ممكن تكون حصلت في كون تاني؟ طب هل في لحظة ما الكون ممكن ينفجر بسبب التداخل اللي حصل فيه؟ ولو ده حصل، لو حصل انفجار، انت هتبقى في انهي كون؟ انت اصلا مين؟ احنا بنفتكر اننا عايشين في عالم واحد، بس الحقيقة كل مرة بتختار فيها في نسخة بتتخلق وبتكمل حياتها بعيد عنك. والمرعب ممكن لحظة، هي بس لحظة، يحصل خطأ في التوازن، نسخة منهم تعدي لحد هنا ومحدش يلاحظ غيرك انت. عادي جدا تفتح عينك تلاقي كل حاجة شبه بعضها، بس مش هي. الناس نفسهم بس مش ملامحهم، فيهم حاجة ناقصة. الأماكن هي بس ريحتها مختلفة. ساعتها بس هتعرف إنك في مكان تاني. ولو ده حصل حاول ما تبانش إنك مش من هنا، لأن مش كل الأكوان فيها نسخ منك طيبة. وده تحذير من إسلام عبد العظيم من قناة قصة ورا قصة، واللي جاي أعمق من ده بكتير، وخلي بالك هيكون أظلم من اللي فات. سلام.